السلام عليكم، واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. ان شاء الله لا فيديو تاعي هذه اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم في كويزين ام يوسف راح نقدم لكم السفنج. كانوا طلبوه مني بزاف بزاف اخوات على صفحتي في الفيسبوك ومام في اليوتيوب. الوغ اليوم قررت نقدم لكم هذه الوصفه. انا وصفه هذه قديمه نعتمدها، عندي بزاف بزاف اللي نعتمدها. الوغ نقدمها لكم اليوم على طريقتها. واش راح نقول لكم؟ يلا هنجوزوا للمقادير. اذا بسم الله على بركه الله. هنا كما راكم تلاحظوا عندنا زوج كيسان ماء. هنا ناخذ العبر بالكاس، كل وحده والكاس اللي تحب تاخذ به العبر تاخذ. الوغ احنا عندنا هنا زوج كيسان ماء، عندنا مغرف ونص خميره الخبز، عندنا مغرف ونص سكر، عندنا مغرفه صغيره تاع ملح، وحده خميره نواره لا ليفور شيميك بيان سور، عندنا لا فارين على حسب الحاجه. اذا هنا نجوزوا للطريقه، نبداو نحطوا هذاك المدافي، زوج كيسان مدافي، نحطوا خميرة الخبز، نزيدو كذلك السكر هذاك باسكو السكر هو اللي يساعد الخميرة باش يضاعف حجمها. نخلطو هنا بالفوي كما راكم تلاحظوا، نخلطو بيان هذيك الخميرة مع المدافي ونضيفولو هنا في هذه اللحظة نضيفولو كاس فارينة. اذا حنا نبداو القيس تاعنا ندوه بالكاس هذا، ندو القيس نفس الكاس اللي قستو به الماء. نبداو بلا فارين هذه نخلطوها بيان. في المرحله هذه اللي تحب تستعمل بغا ميكسور ولا الباتور تقدر تستعملو، انا خلط بيدي. نبقاو نخلطو هكذا حتى نحو هذوك الحبيبات كامل، نغطو عليه نخلوه يرتاح مده 10 دقائق حتى ربع ساعه حتى يتضاعف الحجم. كما راكم تلاحظوا هنايا فوالا ضاعفنا الحجم، شوفوا القوام اللي لحقنا ليه. هنا انا استعملت البيتخان، نتوما كل وحده واش تقدر تستعمل. اللي عندها بيتخان تستعمل بيتخان، اللي ما عندهاش تقدر تخلط بيدها عادي. هنا نفرغوا الخليط تاعنا في البيتخان، نضيفوا له هذيك الملعقه تاع الملح كما راكم تلاحظوا، ملعقه صغيره. نزيدوا كاس تاع لافارين، كنا استعملنا الكاس الاول في الخليط تاع الخميره، هذا تاني كاس. هنا نستعملوا لوكا، نبداو بالكا هو الاول، نبداو نخلطوا به هذاك اللي نديروا به الحلويات. فوالا نبقاو نخلطوا هنايا. هنا نستعملوا الكاس الثالث تاع لافارين، نزيدو نخلطو بالكا نكملو به كيما راكم تلاحظوا هكذا. نبداو دائما على سرعه خفيفه باش لافارين ما تطيرناش. هنا نبدلو الكا هذاك نبدلوه بالبغا تاع العجين، وهذا رابع كاس راح نضيفوه. فوالا هكذا نزيدو دوكا نهبطو الكا، عفوا نهبطو البغا تاع العجين. هنا نبداو نخلطو كيما راكم تلاحظوا. دائما في الاول نبداو على سرعه خفيفه على جال لافارين باش ما تطيرناش، ومن بعد نبداو نزيدو للسرعه. هنا راح نزيدو نص كاس، هذا هو الاخير، يعني ياخذ لنا 4 كيسان ونص فرينه. في النصف الكاس الاخير هذا نزيدو عليه هذيك الخميره تاع نواره نضيفوها معاه، نخلوها هي في الاخير. اذا هنا درنا زوج كيسان ماء نفس العبر، خدينا به دينا 4 كيسان ونص فرينه. فوالا نقعدو نخلطو. هنا شوفوا معايا العجينه ماهيش ناشفه ماهيش سائله، عجينه تتلاصق باليد. هنا نوقفوا عمليه العجن، نحطوا العجينه ديالنا هذه تتخمر لمده ساعه تقريبا حتى يتضاعف الحجم. هنا نبدا في عمليه القليان بيان سور. هنا نقطعوا الى دوائر صغيره، نبداو بالزوج 3 دائرات، من بعد نقلو ونعاودو نرجعو بنفس الطريقه زوج 3 نقلو. هنا بديت بالحبه، الله اعلم هذه الثانيه ولا الثالثه هنايا.
باسكو الاولى ولا توجور تكون المقله ما سخنتش مليح. هنا نستعمل زوج مقلات. المقله الاولى كما راكم تلاحظوا ندير فيها فقط شويه زيت ونقعد نخليها تتقلى غير لتحت شويه، ونعاود نقلها للمقله الثانيه. شوفوا الفقاعات هنا بداو السفنج بدا يدير هذوك الفقاعات بلا ما نرمي عليه زيت من الفوق. دوك منا نحولوا للمقله الثانيه، المقله الثانيه نرمي الزيت فوقه. المقله الاولى ما رميناش الزيت، هنا نرميو الزيت فوقه. لاحظوا معايا، فوالا هذه هي الطريقه. شوفوا كيفاش يدير دوك الفقاعات من الفوق، يجي سفنج شباب مقرمش. فوالا شوفوا هذيك الحموريه هذيك اللي مدها لنا، هاد الحموريه سببها السكر، ما تنساوش السكر هو اللي يمد لنا هاد لا دوغور، يجي بيان دوغي. ميم طريقه القلي كي نقليو في المقله الاولى ما نكتروش فيها الزيت، المقله الثانيه هي اللي نكترو فيها الزيت. لاحظوا معايا، فوالا شوفوا هنا هذه فوالا تاني حبه. الاولى هي قدامكم. شوفوا هنا نفتحوه نديرو هذيك ثقبه صغيره في الوسط باش ما يتنفخناش بزاف في الوسط. انا حنعاود نقلي معكم هذه الحبه الثانيه او الثالثه. فوالا هذه هي غير تحمر غير شويه من تحت. المقله الاولى نقصوا لها في النار شويه، المقله الثانيه نزيدوا لها في النار شويه. فوالا نرمي الزيت فوقه هنايا. شوفوا يدير لي هذوك الفقاعات من الفوق، يتنفخ يجي ما شاء الله. فوالا نقلبوا هنا الحبه. شوفوا هذيك الحموريه ما شاء الله. نسيت باش نقول لكم العجينه ما تنحولهاش للخمور، خلوها هكداك عاليه مخمره، ونبداو نحو العجينه غير بالعقل بالعقل حتى نكملو، ما نهبطوهاش كما تعودنا في الخبز. شوفوا المقله الاولى الكاكاو بلي ما فيهاش الزيت بزاف وما نرموش عليه الزيت في الاول، نحولوه المقله الثانيه. هنا في المرحله هذه نرمو الزيت فوقه، زيت سخونه. شوفوا هذوك الفقاعات ما شاء الله اللي يديرهم. هادو الفقاعات سببهم لا ليفور شيميك، لا ليفور شيميك هي اللي دير لنا هاد الفقاعات. ويجي سفنج كذلك يجي مقرمش، تقدروا تقدموه مع لاتاي، راح يجي بريزونطابل ويجي حاجه شابه ان ميم طون حاجه تاع لا تراديسيون. لازم دائما نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا. تقاليد بلادنا ما شاء الله متنوعه، وتراثنا الله يبارك ماشي قليل. اذا انا هنا نكمل وراح نشوفوه في طبق التقديم بعد قليل. هنا لاحظوا معايا السفنج ديالنا راه في طبق التقديم، جا ما شاء الله عليه، جا كميه لاباس بيها. واش راح نقولكم حبيباتي جربوه. وهاد السفنج هذا نقولكم سبيسيال باسكو انا درتو نهار الناير، هاي ليكم طاوله تاع الناير. هاوليك السفنج، هاوليك دراس تاع الناير. او ميم طون اليوم هذا يصادف عيد ميلاد وليدي الصغير يوسف، ربي يحفظه ويعطيه طولة العمر. كما راكم تلاحظوا هذه لا طاغت تاع عيد ميلاد يوسف، ربي يطول في عمره ان شاء الله. فوالا هذا هو السفنج ديالنا، وما بقى لي غير نقول لكم جربوه وحطوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الفيسبوك اللي راح نخلي لكم اللين تاعها في صندوق الوصف. وهذا كويس لاتاي مني اليكم حبيباتي الغاليات. ما تنسونيش بلي لايك لي كومونتير، واللي مازال ما اشتركتش في القناه نقول لها اشتركي في القناه ما راحش تندمي، وكذلك فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد.
وهنا يا الغاليات على قلبي ما بقى لي غير نقول لكم شهية طيبة وإلى وصفات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.